السلام عليكم ورحمة الله. تبارك الله عليكم أخوتي وتقبل الله فطوركم، وإن شاء الله رمضان مبارك سعيد. كنشوفوا بزاف ديال الناس اللي هما كيوجدوا رمضان، واش من توجد هذا؟ واسمعني واعطيني عقلك. التوجد هذا اللي كيوجد الناس رمضان هو انه كيوجد المائدة الافطار، وجينا نتشهى انا وياك وغنبقاو نتشهاو ما غيساليش الشهوات ديالنا. اللي باغي كيكه، اللي باغي الحلوى، اللي باغي الشباكيه، اللي باغي العصير، اللي باغي الحوت، وتبارك الله والخير موجود والله يزيدكم من فضله. لكن السؤال اللي كيطرح نفسه هو هذا: اجي واش انت وجدتي رمضان روحيا وقلبيا؟ واش القلب ديالك اهلتيه لرمضان؟ اجي واش نسيتي داكشي كاع اللي كنتي كدير قبل من رمضان؟ دابا راه جاتك الفرصه، واش انت موجود باش تستغل هذه الفرصه هذه؟ واش عارف شنو هي الفرصه؟ رمضان شهر التوبه، رمضان شهر المغفره، رمضان هو الشهر الكريم، هو الفرصه اللي كتجينا باش نقيو القلب ديالنا، باش نغسلوه مزيان من داكشي اللي درناه. واجي معايا غنتعلموا كيفاش غنستغلوا هذا رمضان. اول شيء اللي غنتكلم عليه هو ان هذا رمضان اللي هو جاك وكيتسناك من شحال وشحال، داز 11 شهر باش يجيك رمضان. اجي واش قريتي القران في هذا النهار الاول ديال رمضان؟ ما قريتيش. وعلاش؟ اش كتساين؟ راه الوقت كيطير، ما تضيعش عليك هذه الفرصه هذه. وحنا دابا كنقراو في القران في رمضان وكنجتهدوا في رمضان. غنسولك واحد السؤال واعطيني ودنيك. بعد ما صمتي نهار كامل الله يقبل منا جميعا، وصلت اللحظه ديال الافطار وكلنا كنتسناو، ومع النهار الاول عارفينو كيدوز صعيب، ما عليناش. وصل الافطار، جلستي حطيتي داكشي تشهيتي وكتسايل الاذان باش يأذن، وغادي تلاوح على ديك الماكله باش تاكلها. حبس بلاتي، خصك تعرف راه كاين واحد الدعاء خصك تقولو، والا ما قلتيش وضربتي النهار ديالك كله بالزيرو. واسمع الدعاء شنو هو اللي هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدعاء تيقول: ذهب الظمأ، يعني مشى العطش، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله. أسأل الله أن يتقبل منا جميعا. هو قول الله يقبل منا. مرحبا. إذا الآن غندوزو الحاجة الثانية واللي تاهي بزاف الناس كيغفلوا عليها. شتي داك الفطور اللي جاك هو أكبر فرصة اللي غتعطاك لمدة 30 يوم وتقدر ما تعاودش مرة أخرى. هاد الفرصة هي الدعاء. واش انت عارف ان من بين المواطن اللي كيستجب الله فيهم الدعاء هو اللحظة اللي كتفطر فيها؟ وبالتالي فمني تكون غادي تفطر حاول تكثر من الدعاء. ياك عندك بزاف الحوايج باغي ديرهم، انت مهموم مضرور، المعيشة الله غالب واحد، هذه الفرصة ليك. هز يديك للسما، شوف ما طلب حتى شي واحد. البيبان ديال الناس كلهم كيتسدوا، لكن الباب ديال الله تعالى كيبقى ديما مفتوح. والان جاتك فرصه راه تفتح مزيان ديك الباب، وقال لك دعيني دعيني نستجب ليك. واش انت باقي بغيتي تدعي الله تعالى؟ يلا غتكثر من الدعاء بديك اللحظه، وديك الساعه تبع واحد التميرات 3 5 ولا كانوا 7 يكونوا حسن. وديك الساعه كول مع راسك، وانا عارف كتوقف شويه وغتوقف. المهم ما عليناش، حتى حنا نقبنا شويه اليوم ديال الفوائد، ونتلاقاو في الحلقه القادمه. تحياتي لك والسلام عليكم.